انتهينا بفضل الله وكرمه ومنه من اتمام برجين حمام ما شاء الله تبارك الله، تقريبا ارتفاعهم حوالي 10 متر من ابراج حمام صبري واري. بسم الله، يعني الابراج ديت حاجه جميله خالص ما شاء الله. انتاجهم كويس وربحهم كويس وشكل. طبعا انا دايما بنرجح يا جماعه لما يكون في عدد ابراج، يعني اتنين، حتى لو هتعمل برج كبير خالص ممكن نخلوا اتنين ويكون وسط. ليه؟ منظر جمالهم رقم واحد احسن، بيتربطوا ببعض بالخشب زي ما انت شايف كده، في النص بيمسكهم ببعض. الحمام بيلعب من برج للتاني، بيتنقل من برج للتاني. تمام. مراحل بناء البرج يا جماعه، اولا حضرتك لما بتتصل عليا تمام بتجهز لي امور، لان انا بنجي لك من محافظه تانية او من مكان تاني. اول حاجه بتجهزها لي بتوفر لي، ده دايما الحاجه ديت على الزبون، بتوفر لي التراب اللي هو التربه بتاعه الارض، التربه العاديه اللي هي دي. تمام. ده بتوفرها لي، دي التربه بتوفرها لي التراب. تمام. بتوفر لي التبن بتاع الغله. تمام. زي كده. بتوفر لي الخشب اللي هو موجود ده في الابراج، بنربط بيه وبنحط من جوه. هنخش دلوقتي مع بعض لما نشرح لكم اول ايه البرج من الخارج. ثانيا بتجيب بنا طوب من عند حضرتك، بنا بلوك. تمام. وبتديهولي نكلمه، انا بنديله طبعا كل مقاس او كل تفصيل له برج معين، وكل ارتفاع معين له حاجه معينه. بتديني البنا، انا بنشرح له ازاي يعمل الطوب ده اهو والمقاسه ديت، ويعمل الباب بتاعنا ده اهو. هنخش جوه من الداخل اهو، بسم الله. تمام. ده الطوب البرج من الداخل. الشويه دول طبعا في الارضيه ده ارتفاع 1.5 متر. تمام. ارتفاع 1.5 متر اللي هو الداير بتاع الايه بتاع البرج كله ما شاء الله. الارتفاع، العرض، المساحه ده 3 متر فاضي غير الجدار. عرض الجدار بيكون 25 سم اهو، يعني على بلوكه كامله اهو، وبعد كده بلوكتين ايه فوق بعض. ليه على 25 سم يا جماعه؟ عشان الفخار ده عرض الجدار. ليه على مش على طوبه واحده، على عرض 25 سم؟ علشان الفخاره بتاعتنا كبيره، لما نيجي نحطها على الجدار تشيل على الجدار كله، ما يكونش نصها مثلا ايه على الجدار ونصها تاني جوه، او نصها مثلا على الجدار ونص التاني بره. فلازم الفخاره تكون كلها فوق الجدار. تمام. دي حاجه. الحاجه التانيه برضو الخشب بتاعنا اللي بيمسك الابراج اهو من الداخل ما شاء الله. البرج من الاول للاخر اهو شغل متحبك وشغل جميل وشغل منسق. تمام. بنعمل لك حاجه كده مبدئيا زي سلم للحمام، لما للزراعه لما تيجي سلم يطلع عليه الحمام يتعلم عليه الطيران لحد ما يوصل اول فخار اهو. ده شويه حمام بساط، يعني فخار بساط ولا ايه. تمام. بعد ما بننتهي من الشغل تعالى بينا بره كده. الداخل ما بنعملش فيه حاجه، واللي عايز يعمل فيه بيعمل ينظف، ما فيش مشاكل في الداخل من جوه. صاحب البرج بعد انا ما بننتهي بنمشي، بتاخد لي الجدار ده كله من فوق لتحت. تمام. رقم واحد، اما بتركب سيراميك ده على الداير كله من بره، كله بيركب سيراميك. تمام. الداير بتاع البرج ده طبعا دول برجين، اما بيركب سيراميك او بتمحر محاره ناعمه، وانا بفضل السيراميك. ليه بقى؟ عشان لا برص يمشي عليه، ولا فار يمشي عليه، ولا اي حاجه. واحد يقول لي انا في صحراء وعندي تعابين، مهما كان مفيش اي حاجه ايه تطلع على البرج من الخارج وتخش من الفتحات. فانت بتعالج بالسيراميك. تمام. رقم اتنين، لما بنبني البنا بيعمل دي على الارض، في تحت منها في الارض بلوكتين ولا حاجه من تحت. تمام. ده يعني كيفيه الانشاء او البناء من الاول من الاساس. تمام. انا لما بنيجي بتجهز لي دي، بتديني بنا وانا نشرح له هتعمل ايه. تمام. فدورة الحمام وشغل الحمام دايما برجين بقى زي دول عاوز نبتدي فيهم نحط لهم مبدئيا كام جزء حمام. انا انتهيت من الابراج وخلصت. نجيبوا لهم كام جزء حمام؟ نقولوا احنا هنجيبهم للابراج، يعني ممكن نجيبوا لكل برج 100 جزء حمام. 100 جزء حمام دول انا ممكن نصبر عليهم حوالي 6 شهور. ال6 شهور دول المفروض هيدوني كمان اضعف الايمان، هيدوني زيهم مرتين. يبقى انا لو عندي اصبح عندي بعد 6 شهور في البرجين دول 300 جوز حمام. لما نيجي نجمع حمام منهم هنجمع ايه؟ لو الحمام معايا هيجيب زي ما اتكلمنا مثلا كل 40 يوم هنطلع منهم زيهم. تمام. هنعمل ايه؟
احنا قلنا كل 40 يوم هنطلع زي اللي موجود عندي. كويس. يبقى هنقسم ال 300 على 4 مرات، بمعنى ان انا هناخد مثلا عندي ربع الكمية شغالة بناخد حمامه مستوي، والربع التاني لسه نايم على بيض، والربع التالت لسه حمامه متوسط، والربع الرابع لسه هيبيض. على ما تلف الدورة يكون خدت الأولانيين، بعد 10 أيام الحمامة المتوسطة كبرت، بعد ال10 التانيين البيضة بقت متوسطة، وهكذا بتبتدي إيه تجمع الحمام وتحصد الحمام. تمام. أسهل شيء يا جماعة في الدنيا كله تسويق الحمام. عندك كمية حمام، أنا بنجيلك بناخد الكمية، كمية تستاهل. ما يجيش واحد يقول لي عندي 20 جوز 50 جوز تعالى خدهم نجيلك بعربية من آخر الدنيا، لا بصراحة ما ينفعش عشان ما نكذبش عليك. تمام. سابلة الحمام نيجي ناخدها في اي مكان ما تفرقش معايا. تمام. انما الحمام لو عندك كميه تستاهل 100 150 200 جوز حمام، لو كل 10 ايام انا نيجي ناخدهم ما عنديش اي مشاكل. ليه؟ بناخد زي ما هنجيب لك، مش هنسيبك بعد ما نخلص لك البرج. زي ما هنجيب لك حمام بناخد من عندك حمام نوديه لغيرك. كويس. فسعر الحمام الجوز بيعمل 30 جنيه عشان ما حدش يسألني يا جماعة. وبرضه ليا طلب رجاء، يعني الرسائل بتجيلي كتير على الماسنجر، فأنا هنسيب للناس اللي خارج مصر يعني المكالمات نقوله غالية عليهم شوية، ممكن تكتب لي تراسلني على الماسنجر أو على الواتس أو غيره يعني. انما الناس اللي في مصر انا معايا 3 ارقام تليفونات، فالاسهل عشان حتى انا نعرف نفسر لك الشرح. الكتابه بتبقى كتير على الواتس او على الماسنجر بتبقى كتير، فانا كمان بنتعب من كتر الكتابه، زائد كمان ان انت مش هنعرف نديك المعلومه كافيه كتابه، لان انا هديك اجابه، انت تسالني كمان سؤال، هنديك اجابه تسالني كمان سؤال، فبناخد وقت يعني طويل، وبيبقى فيه في نفس الوقت ناس ثانيه بتسالني. فالافضل اللي داخل مصر اتصل عليا على 3 ارقام متاح لكل الناس، واعتقد يعني المكالمات النهارده مجانا. حتى لو هتستفسر بس مش مزعلني اتصل بي. خلي الكتابة او الواتس للناس اللي هي بره خارج مصر يعني نكونوا مشفقين بيهم، علشان برضه ايه كتر خيرهم، يعني المكالمة هتكون غالية عليهم دولي، فممكن يكلمني واتس نكتب بتاع عادي، الامر ما فيش اي مشاكل معاه. ماشي. انا ارقامي هنمليها لكم، رقم تليفون 01000 739 728، الرقم الثاني 012 74 71 65 99، الرقم الثالث 011 يعني 03 وحايد 858 30 31. بنشتغل في كل المحافظات، احنا بفضل الله بنشتغلوا في كل المحافظات. تمام. اتصل بينا في كل وقت يعني الاستفسار اكتر، عشان انا مش حابب نطول في الفيديو عشان الناس، واللي عايز دراسة جدوى عادي مفيش مشاكل يكلمني نديله دراسة جدوى للشغل، مفيش اي مشاكل خالص. المهم يعني ده مشروع كويس باذن الله وناجح، وبنسلمه لك متشطب من الالف للياء، وما بنسيبكش الا لما بتنتج من الشغل باذن الله وتشتغل ونتابعك. عاوز تحصينات بعد كده بنجيب لك، عاوز حمام بنجيب لك، عندك حمام بناخد. الحمام مش مكلف، واكله شويه بالمناسبه برضه، يعني الحمام ما بيكونش كتير زيه زي اي طيور تانية، والحمام ما بيتاثرش باي مكان بفضل الله. يعني احنا جنب سكه حديد حاليا، وباذن الله واحنا شغالين كان بيجي حمام على الابراج من بره، حمام اللي هو كان بيجي حمام جبلي من بره على الابراج. فدعواتكم لنا بالتوفيق من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه. مع حضراتكم صبر والي. ادخل على الفيسبوك اكتب صبر والي، خش على صفحتنا هيجي لك كل جديد. على اليوتيوب اكتب صبر والي هيجي لك كل شغل جديد. باذن الله تابعونا من مكان لمكان ومن محافظه لمحافظه. دعواتكم لنا بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.